الكهربائية بتاعت بنتك، الحاجات كل يوم أسعارها بتزيد. بجد يا زيزي، كان المفروض تجيبوا الحاجات دي من زمان، ده الدولار زاد قوي والأسعار ولعت. ما أنا قلت له كده، وكان لازم نشيل لها الحاجات دي من زمان، لكن كنت كل ما بقول له كده يرد يقول لي احنا فين وجواز البت فين، لسه بدري. بدري مين؟ بدري من عمره يا اختي، ده البنات بيكبروا بسرعة. من عمل الحسابات في الهنا يبان. قلت له كده، وهي البت كبرت واتخطبت وداخلة على جواز، نعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ طب وهو قالك ايه؟ هيعمل ايه يعني ولا هيتصرف ازاي؟ وانا بكلمه لقيته قاعد حط ايده على راسه بقى يدعك في عينه، وكان قاعد متأثر قوي وباين عليه الزعل. يا عيني، لا حول ولا قوة الا بالله، زعلتيني يا شيخ. خلاص بقى اللي حصل حصل، والعياط في الفايد نقصان من العقل، ما تضغطش عليه، الله يكون في عونه. ما هو والله صعب عليا، ورحت بوست راسه وقلت له انا اسفه، ما كانش قصدي ازعلك، بس انا همي عليك عشان عارفه ان الحمل تقيل، بس ان شاء الله ربنا هيفرجها. خير ما فعلتي، ايوه كده هوني عليه. اهون عليه ايه يا زينات؟ ده انا لقيته بيقول لي انا مش زعلان منك ولا من كلامك ده اصلا. الله، امال هو كان متاثر من ايه؟ ده انا كنت خلاص هدمع. بيقول لي يا اختي انا زعلان على حتتين البانيه اللي كنت شايلهم في الميكروويف ورجعت ما لقيتهمش، اكيد سعر البانيه هيزيد بعد سعر الدولار ما زاد والاسعار هتغلى، انا عايز اعرف مين اللي كلهم. يا لهوي، بانيه؟ بانيه ايه؟ الراجل ده همه على كرشه؟ وانتي يا اختي عملتي ايه؟ سبت له البيت ولميت هدومي ومشيت، هو انا لسه هقعد له؟ دي اقل حاجه تعمليها اساسا.